طيب النهارده اقول لكم على بارت 3 يعني من احتراف بابجي موبايل. بس قبل ما نبدا كده ما تنساش تنزل تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين واعمل لايك واشتراك وكومنت وشير. ويلا نبدا. اول نصيحه اقولها لك هي خليك هادي وما تتسرعش. لو لاحظت مثلا ان اكتر او بتموت كتير بسبب التسرع، يعني ايه بقى؟ بص هديك مثال اتخيل معايا ان انت دلوقتي لوحدك، اللي هو سولو، يعني سولو لوحدك قدام مثلا سكواد كامل. حتى لو كنت 90 او 60 فريم، يعني حاول تشغل دماغك، حاول تفرقهم او ترمي عليهم ندات، المهم ما تدخلهمش لوحدك. انما لو بشيت عليهم لوحدك وهم 4، فكل واحد هيديك طلقة فهتموت. فالنصيحة اللي عايز اقولها هي خليك هادي وصبور وما تتسرعش. تمام. تاني نصيحة اقولها هي ما تسيبش اللعبة كتير. يعني دلوقتي انت كنت بتلعب اللعبة مثلا كل يوم، فجأة اجى عليك ظرف لا قدر الله مثلا وسبت اللعبة اسبوع شهر، فبالتالي اكيد مستواك هينزل. انا مثلا سبت اللعبة شهرين او 3 عشان الدراسة. رجعت لقيت اللعبة، رجعت لقيت حسيت ان اللعب نزل قوي. فالنصيحة اللي عايزة اقولها ما تسيبش اللعبة كتير، حتى لو هتلعب نص ساعة بس يستحسن تكون مستودع. تالت نصيحة اقولها هي العب سولو سكواد. ليه مش دو سكواد؟ ليه مش سكواد؟ لان السولو سكواد هي اكتر حاجة ممكن تخليك تحترف اللعبة. ل- ليه؟ هقولك. لان انت حرفيا بتكون معتمد على نفسك اعتماد كلي، ومش معتمد مثلا على صحابك. ده لو انت سكواد، يعني لو اتنوكت يرفوك او يفزعولك، على عكس السولو السولو سكواد. لان السولو سكواد ده هو اللي بيخليك تشغل عقلك، لان طبعا انت هتكون لوحدك. على عكس لما تكون داخل مع اصحابك فبتكون مطمن، وقلبك طبعا هيكون اقوى من اللي بيلعب سولو سكواد. لان انا زي ما قلتلك لو اتنوكت في وراك اصحابك هيفزعولك. فانت لما تلعب سولو سكواد طبيعي هتتوتر، لان مفيش حد تهزر معاه يكلمك تكلمه معاه. فانت لو بتلعب سولو سكواد فانت يعتبر ختمت اللعبة خلاص، لان انت بتلعب وانت متوتر. فبالتالي لما تيجي تدخل مع اصحابك هتلاقي نفسك لعيب. فالنصيحة اللي عايزة اقولها هي العب سولو سكواد. رابع نصيحة اقولها لك هي استخدم كل حاجة معاك، سواء ندات او مولوتوف او سموك او بالفلاش اللي بتعمل دي، اي حاجة من الحاجات دي حاول تستخدمها وتشغل عقلك فيها، لان ده هتفيدك اوي. فحاول تستخدمها لصالحك، لان ده هو مفتاح الفايت. خامس نصيحة اقولها لك هي اعمل لايك واشتراك وبس كده. اتمنى تكون استفدت اي حاجة في اي حاجة وبس كده. سلام.